من اليوم ان شاء الله يا ربي ما باقين انكم تغلبكم بسطيله، وانها تجيكم شي حاجه يعني لانكم ما تقدروش تعملوها وشي حاجه واو. تبعوني وان شاء الله يا ربي الحبيب بهذه الطريقه هذه من الاول حتى الاخر. هانتوما عاد تشوفوا الطريقه ديالي، طريقه مبسطه وبسيطه ومشها دقه بدقه. وانتم كتشوفوا لي التقطيعه كيفاش جات، وديك التقرميشه كما مقرمشه، ومن الداخل ديالها كيفاش عامله، الطبقات كيفاش باينين. صراحه ورقه كيفاش كتجي والطياب ديالها. وتبعوني. عملت هنايا طنجره، عملت فيها الماء حتى غلا مزيان. حطيت اللوز عندي هنايا انا 700 غرام د اللوز، حيتاش غنحتاج اللوز اللي غنعملو في بسطيله، وواحد الكميه غنقصها باش انني نعمل بريوات اللي غنزين بهم بسطيله ديالنا. هنايا حطيت بسطيله، حطيت ديك اللوز في الماء، من بعد نقيته على هذا الشكل هذا. كنقيه كامل حيت غير كتعملوا في الماء صافي ديك القشره ديالو كتساعدنا باننا نحيدوها. من بعد ما حيدنا مع نحيدو ديك القشره نكملوا الكميه كامله. صراحه هاد اللوز الحبه ديالو كبيره كبيره ونقيه قليل، فين كنجبر فيها شي حبه يعني هيدا مضروبه ولا من هادكا، راه بطبيعه الحال الا جبرتوها مهرسه ولا مضروبه ولا شي حاجه والشلون ديالها مبدل، فمن الاحسن انكم تحيدوها باش ما تطلق لكمش ديك المرار. حيتاش مادام انها فيها شي ديك بحال مهرسه، بحال اللي فيها محروقه وديك الشيء راه كتكون فيها المروره، فمن الاحسن انكم تحيدوها. انا غنوريكم بعض الحبيبات وحيدتهم. المهم هذا اللوز خرج غزال صراحه، يعني حبه نختارها. نقيته كامل، غنقيه ومن بعد غنغسلو وغنحطو في الشبكه يستقطر. وملي غيستقطر مزيان غنعمل واحد السربيطه نقيه قبل البالكو وغنحط فيها ديك اللوز حتى يشتف مزيان. قدرتوا بانكم تعملوه ليله من قبل فهو احسن واحسن. ما قدرتوش شي ما كانش عندكم الوقت وعملتوه حتى من نهارو كذلك ومتى كتطبقوه هو الاولاني. اهم حاجه بان اللوز هو الاولاني باش ينشف لنا. كما كتشوفوا دابا كنشوف الحبيبات اللي باقا ملصقه فيهم ديك القشره. راه حتى اللوز الا كانت شي وحده مره ولا شي حاجه راه كتعطينا ديك المذاق خايب سواء في بريوه سواء في بسطيله، فمن الاحسن باننا نتاكدوا من ديك الحبيبات. وعندك دابا غنغسلو مزيان من ديك حيت واخا مقشر كيبقى فيه ديك الغبره وهذا. نتوما كتشوفوا الماء ديالو كيفاش عامل. باش نقيه مزيان غنعملو هنايا في الشبكه وغنزيد نكب عليه الماء حتى يصفى. وملي كيصفى غنخليه يستقطر مزيان في هاد الشبكه، يستقطر مزيان مزيان حتى وكان ما يبقاش ديك الكحوله وديك اللون انه يهود من ديك اللوز. صافي على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. صافي دابا نتوما كتشوفوا دابا كنعزل ديك الحبيبات اللي قلت لكم انهم يكونوا مهرسين اولا مضروبين ولا شي حاجه. كنتمنى بانكم فيديو ما يجيكمش طويل، ولكن الانسان اللي يعمل شي حاجه يعملها متقونه راه خصو يكون فيه شويه الصبر ويتبع الطريقه من الاول حتى الاخر. انا شخصيا داكشي اللي كنعمل يعني شي حاجه الا بغيت نعملها يعني كنشوفها ونعاودها باش ملي كنعملها ما كنخسرش فيها المقادير ديالي وما كنخسرش فيها التعب ديالي. صافي جبت سربيطه نقيه وفرشت فيها ديك اللوز قبل الباركو كما قلت لكم باش انه يشتف لنا مزيان مزيان. ونبقى شويش عاوتاني نولي نقلبو باش نتاكد بانه نشف مزيان. وإلا قدرتوا بانكم توجدوه ليله قبل فهو ما احسن واحسن، يعني الا كان شفنا ناشف فهو كتكون مزيان احسن، ما كتضغطش وكل شيء. شتي بحال هاد الحبيبات هادو راه كيطلقوا لنا المرار، يعني من الاحسن بانكم تعزلوهم وتحيدوهم. صافي نستمر على هذه الطريقه هذه حتى كنحيد ديك الحبيبات اللي ما بانوليش ملي كنت كنقي اللوز ما بانوليش يعني هاد ديك القشره ديالو وهذا فحيدتهم. دابا جبت هنايا جداده كبيره من وزن تقريبا 2 كيلو، عندي فيها كتار فيها 2 كيلو شي 150 ولا 200 غرام. صافي نقيتها قطعتها قسمتها غير على 4. عملت الخل والملحه او الخل والليمون اللي تواجد عندكم وغنزيد عليهم الماء وغنخليه واحد 4 ساعات في ديك الخل وديك الملحه والماء. وعاد من بعد نقطرو ونعمل له التتبيله ديالو كما كتشوفوا راها صراحه هاد التتبيله هذه هي اللي
د بسطيله 100%. وكتجي واحد البسطيله اللي كناكلوها اللي كيعملوها اكبر طباخين، وكيكون في العراسات وفي المناسبات. دابا عندي هنايا المقادير كما كتشوفوا، حطيت كلشي باش توضح لكم الصوره. جداد ها هو فين هو عندي حطيته كيستقطر، ووجدت ديك المقادير عملته في طويصات باش نبقى معاكم دقه بدقه، حتى بغيتكم هاد البسطيله تجربوها وتدعيوا لي. قطعت هنايا شلطت هنايا البصله تبارك الله، يعني خاصك تكون بصله كثيره. عندي هنا ثلاثه البصلات كبارين قطعتهم على هذه الطريقه هذه. وعندي هنايا قزبور ومعدنوس والثومه. الثومه ضروري كتعملوا واحد الكميه لا باس بها. هنايا الهريسه ضروريه، والليمون مخلع يعني الليمون مسير. هذا الليمون كيعطينا واحد النكهه. عندي القزبور حبوب منقي ومطحون على اليد. الابزار عندي معلقه ونص كبيره د الابزار، ومعلقه ونص سكنجبر، ومعلقه صغيره تقريبا معلقه عمره هذا السمن حار، يعني السمن الزبده الحره. الكركم او الزعفران او الخرقوم البلدي، والقرفه عندي هنا واحد الكميه اكثر من 2 معالق. غنعمل منها وغنخلي حيت عملت بزاف. ومعلقه نص معلقه صغيره هذا راس الحانوت. والملحه كما كتشوفوا راس الحانوت عندي معلقه صغيره ما عمرهاش حيتاش ما نكثروش من راس الحانوت. وعندي هنايا المسكه الحره والقرفه عواد والزعفران ضمه زعفران شعره. وإلا تواجدت عندكم زعفران شعره حتى هو فمن الاحسن تعملوه. وبطبيعه الحال زيت الزيتون وزيت المائده اللي ما كنستغناوش عليها في الطبخ ديالنا، الطبخ المغربي. هادو هما المقادير كاملين اللي غنحتاج. وغنبداو على بركه الله. اول حاجه اللي غنعملو في طنجره هو الزيت غنعملو زيت الزيتون وزيت المائده. الزيت تقريبا نص كاس د الزيت، يعني الزيت كاس العنبه نص كاس زيت، شويه تقريبا كاس الا ربع د الزيت اللي عملت مخلطه، يعني عندي مخلطه ما بين الزيت العود وزيت المائده. من بعد غنحط الجداد ديالي. الجداد هذه انا عملت عباره بسطيله وحده. بغيتو تعملوا 2 بسطيلات عاوتاني كتعملوا 2 جدادات كبارين. هذه يعني هذه بسطيله بسطيله يعني وحده معمره كما شفتوا في الاول، يعني بسطيله عامره ماشي بسطيله مهادكه، يعني كتكون من داخل عامره، بسطيله هماويه. عندي هنايا حطيت ديك البصله، حطيت الثومه كما كتشوفوا. الثومه غنطحنها هي والربع، غنقطعهم هي والربع بعد نحطهم مع بعضياتهم. حطيت البصله هنايا بعدا هي الاولى، الزيت الجداد وبصله. ودابا غنطحن هاد بالهشوار غير شويش، غير بحال غير تقطع لنا شويش كما كتشوفوا. كتبقى باينه ديك الربع ديالنا كيبقى باين باش ما كيتسطحنش يطلق لنا ديك الخضوره، ما كيجيش مزيون. فمن الاحسن بانه غير يتقطع بحال هيدا صافي. حطيته على ديك الجداد. ودابا غنبدا المقادير اللي قلت لكم كامل: سكنجبر، خرقوم بلدي، القرفه، الزعفران، وزعفران كولور، يعني الزعفران الكولور ملون. راه نسيت ما قلت لكم شي، ما حطيتوش، ولكن رانا غنعملو في الطنجره باش كيعطينا ديك اللوين الذهبي مع ديك الضمه الزعفران الشعره. كيعطينا واحد المذاق مزيون بزاف. صافي هادو هما المقادير اللي احتاجت كاملين. وغنخليو الجداد ديالنا يتقلاو مزيان على خاطرهم، غنقص لهم بوطه ونطيح لهم ديك القرفه عواد والليمون مصير. الليمون عندي هنايا نص ليمونه واحد الطريف عملته مع ديك الربيع والثومه تطحن. وهذا السمن حار. هاد المقادير هادو هما اللي كيعطيونا ديك النكهه البصله، النكهه البسطيله المخزانيه، البسطيله يعني الهماويه، بسطيله الحضاور وهذا. ديك الشيء قلت لكم انا. فمن الاحسن انكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر.
ما تقولوش راه فيديو طويل. اي حاجه الا بغيتيها راه خاصها الصبر، اي حاجه بغيتيها تجيك معوطه ومزيانه راه خاص شويه الصبر. صافي. كما كتشوفوا عندي بوطه حطيتها غير على النمره 7، يعني حاره النار متوسطه وصافي. وغنخليها طيب على خطره، تشحر على خطره، وغنحط الماء يطيب، غنشعل على السخان الماء يطيب باش نعمل هذا، باش نمرق به، نمرقوا به الجداد ديالنا. دائما الجداد او اللحم بصفه عامه باننا دائما ملي نجيو نعملوا التمريقه ديالنا نعملوها بالماء سخون، كتعطينا واحد النتيجه رائعه. وصراحه فرق كبير ما بين الماء طايب اما سخون، يعني سواء كان غليان ولا سخون، المهم انه يكون سخون على هذا على الماء بارد. صافي غنحرك مزيان هاد الشيء اللي عملت. كما قلت لكم هو داك الزعفران انا عاد عملته في الاخر، نسيت ما قلت لكم شي في الاول، ولكن انا سجلت قلت لكم في الفيديو. صافي غنحرك مزيان حتى كتدخل ديك التتبيله كامله كما كتشوفوا، وغنخليها وكنطيب على خطره. صافي ملي غطيب على الخطر ديالها غنمرقوها كما قلت لكم بالماء طايب. انا شعلت دابا غنشعل السخان نعملو كريس ديالو ونخليها طيب باش ملي نبغي الماء نعملو. هاد الطريقه هادي يعني البسطيله اللي ما طلعلكش في راسك، بسطيله اللي فعلا تعملها وتفوت سيمانه وتقول خاصك تعمل وحده اخرى وتحمر لك الوجه مع الضياف ديالك، يعني حاجه مزيانه بزاف. غير تبعوا الفيديو، ما تقولوش راه فيديو طويل ولا هذا. اي حاجه الانسان بغى يعملها راه خاصو شويه الصبر. هادشي اللي كاينه، وبالتوفيق ان شاء الله يا ربي الحبيب. وما تنساوناش من بارطاج ومن اللايكات ديالكم مع الاهل ومع الاحباب، وحط اللايك اللي يليق بهذا الفيديو واللي يليق مع هاد بسطيله ان شاء الله يا ربي الحبيب. والريحه مجه، يا سلام يا سلام، عرس الدار كامله عبقت بالريحه، ديك الريحه غزاله مع ديك القرفه مع ديك ما شاء الله ما شاء الله. كنتمنى ان شاء الله يا ربي الحبيب بانكم ما تحرمونيش من لايكاتكم والبارطاج والتعاليق مزيونين بحالكم، وتكملوا الفيديو. دائما الانسان الصبر. تشوف الحاجه يعني باش تقول حاجه نشحت لك ولا ما نشحت لك، ولا هاد القناه نزلتها مزيانه ولا ماشي مزيانه، راه خاصك الحاجه تطبق داكشي اللي كاينه. يعني الا طبقتيها الطريقه هذه من الاول حتى الاخر مستحيل انها ما تصدق لك شي، سواء من الكيكه، سواء من الحلوى، سواء من الطياب، من اي حاجه، من اي حاجه مستحيل بانها ما تصدقش ان شاء الله يا ربي الحبيب. وبالنجاح للجميع. دابا جيت نديك اللوز كما كتشوفوا من بعد ما شتفنا مزيان. دابا غنقليه في الزيت بارده. دائما اللوز قليوه في الزيت بارد باش كيعطينا ديك النتيجه، حيت الا حطيناه في الزيت سخون غليان غير كنحطوه كيتقلف كيتحرق كتجبر ديك اللون محروق وهو باقي من داخل ما طايبش. حق ملي كتعملي الزيت اللوز في الزيت بارده لا كيطيب وكيجي محمر من داخل، ومهم كيجي واعر، كيجي ديك اللوز تاكلو بوحديتو بلا ما تحس به، كيجي غزال. احسن حاجه وهو بانكم تعملوا اللوز في الزيت بارده. انا عملت واحد الكميه لا باس بها الزيت، وغنقسم ديك اللوز غنقليه على جوج، وحتى القليه الثانيه ما غنقليهاش، يعني نخليه هيداك سخون ونقلي، غنخليه حتى يبرد شويش عاد نطيح ديك اللوز باش نتحصل على ديك النكهه وديك البنه ديال اللوز اللي فعلا اللوز مقلي وديك النكهه ديالو اللي رائعه. صافي كما كتشوفوا اللوين ديالو راه الاضاءه ظلمه، اما هو واحد اللون ذهبي كيف مقلي من برا كيف من داخل، رائع. كنتمنى ان شاء الله يا ربي انكم تجربوا وتردوا عليا. هنايا فاش برد لي الزيت شويش عاد حطيت ديك الكميه الثانيه. هاد اللوز غنعمر به بسطيله، وفي نفس الوقت غنعمل شي دبريوات صغارين باش نزوق بهم بسطيله. ما بغيتش نعمل بايطات وداكشي، بغيت نعمل داكشي ساهل وما فيهش ماشي ضروري باننا نعملوا بايطات. نبدلو
نبدلو نعملو غير اللوز والقرفه والعسل والسكر كلاصي واللوز ايفيني تجي زواقه غزاله كما شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو. اللوز ديالنا هانتوما كتشوفوا كيفاش محمر ولو ان الاضاءه ظلمه. من بعد ما تقلات لي كميه ثانيه كما كتشوفوا، كميه لا باس بها. هانتوما كتشوفوا راه الكميه الاولى والثانيه انا كنحط، شفتوا بحال القليه الاولى بحال القليه الثانيه. يعني السر ديالها هو بانك انتينا تخلي ديك الكميه ديال اللوز الثانيه ما تحطهاش ديك الساعه، تخليه حتى يبرد. ملي كتبرد لك ملي كيبرد الزيت كطيح اللوز باش كتجيك بحال اللوز القليه الاولانيه بحال القليه الثانيه باش ما يتحرق لكمش. صافي هذه هي الطريقه ديالي انا تقليد اللوز كما كتشوفوا غزال محمر، يعني واحد البنه واحد النكهه ما شاء الله. صافي غنستمر نكمل في هذا في الجديد ديالي. دابا جبدتهم من الطنجره كما كتشوفوا اللون ذهبي غزال على هذا الشكل هذا، وغنخليه يقطر وعاد نحيد منه ديك الحمى على العظام وهذا حتى يبرد شويش. صافي غنخليهم كما قلت لكم يبردوا على خاطرهم. ديك المرقه اللي عندنا على هذا الشكل هذا كنخليوها بانها تختار شويش. ودابا غنزيد بيضات، انا عملت 6 بيضات وكل واحد يعني على حسب الرغبه ديالو، على حسب داكشي اللي بغا. اما تعملوا 6 ولا 8، يعني ضروري خاص تكون واحد الكميه لا باس بها البيضات. صافي غنستمر مع التحريك على هذا الشكل هذا حتى ما كيبقى لناش يبان لا بيضات لا حتى شي حاجه، كينسجم لنا ديك الخليط مع بعضياته كامل ونكملوا العمليه ديالنا. صافي من بعد ما خلطت مزيان دابا غنزيد هنايا معلقه كبيره د العسل الحره، او يمكن بانكم تعملوا هذا سكر كلاصي، ولكن من الاحسن بانه يكون العسل البلديه العسل الحره، يعني كتكون صحيه وفي نفس الوقت كتعطي واحد البنه زايده. هانتوما كتشوفوا الخليط ديالنا على هذا الشكل هذا. دابا غنعملوه في الشبكه وغنخليه يستقطر. حطيتها تستقطر هنايا باش تقطر مزيان في هذه الشبكه ونكمل. دابا غنطحن اللوز كما قلت لكم العسل هاي فين يا بلديه، عملت معلقه تما ويا اخرى خليتها. قرفه اللوز غنطحنو مع القرفه وغنعمل له واحد النكهه، واحد قطيره هاد الروح اللوز وسكر كلاصي غنزين به، ما غنزيدوش مع اللوز، غنعملو غير التزيين مع هذا مع مع البسطيله، يعني غنزوق به غير من فوقي وصافي، ما نعملوش من داخل. نعتمد على العسل. انا عملت اللوز في الهشبر، غنعمل واحد شويش د القرفه صافي وغنطحن. دابا طحنت شويش د اللوز زيدته باش نعدل ديك البريوات اللي غنزوق بهم. ضفت معاهم معلقه كبيره د المزهر، واحد معلقه د مرميلاده د الخوخ، ومعلقه د الزبده، ومعلقه د السكر كلاصي. ايوا صافي دابا غنجمع هاد الحشوه باش نعمل بها بريوات صغيورين على هاد الشكل هذا. دابا غنبداو على بركه الله. عندي هنايا اللوز كما كتشوفوا راه عندي واجد، راه غير الاضاءه اللي ظلمه بزاف هذا البسطيله. البيضات وديك لاصوص ها هما فين هما جداد عندي مقطعين فته يعني محيد منهم العظام. عندي هنايا العسل البلديه والقرفه والزيت، الزيت اللي غنحتاج باش نساعد باش نلوي به البسطيله، وشويه د المرقه باش ما تجيناش البسطيله ناشفه من داخل، وغنزيد معاهم واحد النكهه د اللوز. صافي هادو هما المقادير. والورقه بطبيعه الحال كنستعمل هاد الورقه هذه الورقه د تشينو. صافي هادشي اللي كاينه. غنبداو على بركه الله. غنحط الورقه كما كتشوفوا، يعني عندنا مزيان بالزيت، وكتشكلوها كتعملوها يعني في المول اللي عاد تبغيو على هذا الشكل هذا. كتجمعوها كامله بسطيله ديالنا. الورقه خرجت غزاله طريه
بهذا الشكل هذا باش كنفرشوا الطبقه الاولانيه كامله. وضروري باننا كنخدموا هذا بالزيت ماشي بالزبده، حيتاش الزبده كتعمل ديك كتطلق لنا ديك الماء. الزيت احسن واحسن، كتجينا مقرمله، كتجي فيها ديك التقرميشه. الا بغيتي بسطيله ديالك تجي مقرمشه اعتمد دائما على الزيت الطبيعيه بهذا الشكل هذا. كنستمروا على هذه الطريقه هذه حتى كنجمعوا كلشي. نديروا الدحيده بالشكل هذا، ووحده كنعملوها في الوسط. صافي على هذا الشكل هذا. وغنبدا نجمع. اول حاجه غنعمل اللوز، الطريقه راها واضحه وباينه. المهم كنستمر على هذه الطريقه هذه. دابا غنزيد قرفه ضروري باش كتعطينا ديك المذاق مزيون و ديك النكهه رائعه. وزيت عفوا العسل البلديه، يعني كنعتمد على العسل حيتاش كتعطينا واحد المذاق مزيون. والحلاوه راها كتجي مناسبه، راه ما كنكثرش من الحلاوه على حسب. كنعمل غير العسل الحرة، والعسل ما كتجيش حلوة بحال السكر. وشوية داك الروح د اللوز زيدتها مع اللوز باش كتعطينا ديك النكهة. وغنزيدها في ديك اللوز اللي غنعملو من فوق جداد. دابا من بعد ما فرشت هاد الفريشه هادي د الجداد غنحط فوق منها ديك اللوز. هاد البسطيله كتجي رائعه رائعه. كنتمنى من كل قلبي بانكم تساهموا في البارطاج وفي اللايك والتعليق. وإن شاء الله يا ربي الحبيب أن هاد البسطيلة ناجحة 100%. والمذاق كيجي يا سلام، وكتجي الذوق متناسب بزاف بزاف مع جميع الأذواق. كيجي يعني كلشي هو هداك، ما كايناش شي الحلاوة بزاف. المهم كتجي مزيونة، ماشي ديك البسطيلة اللي كتقهم اللي كتشرب كتاكل شويش كتحس بأنك صافي مقهوم ما قدرش تزيد. لا، هذه بسطيلة كتجي غزالة. وديك المرقة كندهن بها غير شويش هيدا ديك الورقة ديالنا باش كتلصق. وصافي على هاد الشكل هذا حتى كنلمطوها مزيان البسطيلة ديالنا. وهذا نعملو لها الزواقة ديالها. هاد الطريقة هادي للتزيين باش كتجينا داك الشكل ديالها هيدا مفخفخ، وكتجي واحد الشكل بريستيج ومزيون. كنتمنى ان شاء الله يا ربي ان التزيين ديالي انه يعجبكم. وان شاء الله يا ربي ان هاد بسطيله تجربوها وتعجبكم. والطريقه راها سهله في التشكيل كما كتشوفوا. غير الورقه يعني كنشبرها من الراس وكنرخيها. صافي يعني كتجي مريشه شويش صافي على هاد الشكل هذا. ومن بعد كنجمعها على هاد الطريقه هادي وكندهنها بالزيت من فوقي. وكنحطها في اللاطه الفران. وواحد الطريقه اللي مزيونه بزاف بزاف باش عتجيكم البسطيله ديالكم مقرمشه وطيب لكم مزيان. كنعمل بابي د الفرن من فوقي، ومن بعد كنغطيها بابي الالومنيوم وكندخلها الفران طيب لي من التحت ومن الفوق على 180 درجه حتى 200 صافي حتى كطيب لنا على خطره وكطيب مزيان. وفي نفس الوقت كتجي محمره كما كتشوفوا التحميره ديالها ذهبيه. باش ما كتحرقناش دغيا من فوق. الا بغيتي البسطيله ديالك طيب وما تحرقش عملوا هاد الطريقه دي اللي عملتها صراحه جربتها رائعه رائعه. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها يعني بلا ما تزوقها راها ما شاء الله. وجات الورقه مقرمشه غزاله. كنتمنى ان شاء الله يا ربي بان الفيديو يكون خفيف وظريف على قلوبكم، وانني نكون عطيتكم جميع التفاصيل من الاول حتى الاخر وشويه د المعلومات اللي الانسان كلشي كيستافد من شي. وطريقه التزيين كتبقى اختياريه وكل واحد يزين كما بغى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء الى الفيديو القادم ان شاء الله بالصحه والسلامه. وما تنساونيش من بارطاج ولايكات ديالكم.
بالنسبة للتزيين قُلت لكم بسلامة ورجعت. بالنسبة للتزيين كنعملها كندهن بالعسل. كما قُلت لكم العسل ملي كتكون طبيعية كتعطينا واحد المذاق مزيون، وديك الحلاوة كتكون متوازنة، ماشي فحال ملي كتكون ديك الحلاوة غلابة، يعني ديك السكر حلوة أو العسل د السكر كتجي واحد ديك الطعم ديالها غلّب عليها، هادي لا، يعني كتعطيك واحد المذاق مزيون والذوق كيتسمى يعني اختياري، بغيتو أنكم تكتفيو بها تعملوا غير سكر كلاصي وقرفة طبيعية يعني بلدية كتعملوها، بغيتو تذوقوها على هاد الشكل هذا كتذوقها. أنا عملتها من الجناب باللوز إيفيلي. اللوز تحمّر لي شويش حطيتو في اللاطة ودغيا تبارك الله جبّرت هذيك العافية. دابا عملت من الجناب كيما كتشوفوا اللوز إيفيلي، كنشبّر واحد طبيس اللي يكون ناقص شوية وكنعمل سكر كلاصي باش يجينا من الجناب ديك الزواقة، ومن بعد غنعمل القرفة ونعمل ديك البريوات. كنتمنى إن شاء الله يا ربي الحل بأن الطريقة تكون واضحة وباينة، وصراحةً التقطيعة ديالها جات مقرمشة وبنينة، بنينة بزاف، بزاف. كنتمنى إن شاء الله يا ربي أنني نكون عند حُسن الظن ديالكم.